السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل فطيرة الجلاش اللي هي نازلة ترند، حاجة سهلة كده وبسيطة. هنحط 3 كوبايات لبن، الكوباية المعيارية، ومعلقتين كريم شانتيه، ومعلقتين لبن بودرة. دي الكريمة اللي هنحشي بيها الجلاش. هنقلب بقى كل الكلام ده ونحط 4 معالق سكر أو 3 معالق، ما نزودش السكر عشان أنا نسيت أحط السكر هنا قدامكم. ونحط 3 معالق نشا. طالما حاطين 3 كوبايات لبن، نحط كل كوبايه لبن عليها معلقه نشا كبيره. هندوبها في شويه ميه صغيرين. هنرفع بقى الحله على النار وننزل عليها بالنشا واحده واحده لحد ما تستوي معانا. هنا خلاص كنت سويتها على النار. انزل عليها بمعلقتين سمنه بلدي بعد ما استوت معايا خلاص، بعد ما لفت معايا وربطت، وزهره فانيليا، ونقلبها، ومعلقتين جوز الهند، ده حسب الرغبه. هنحطها بقى على جنب تبرد، ونجهز بقى في الجلاش. نقلبها كده كويس. شايفين قوامه عامل ازاي؟ كريمي كده. انا بقى معانا لفة الجلاش نص كيلو جلاش. هناخد ورقتين جلاش، هنتن يعني ما بين كل طبقة وطبقة سمنة. هنحط الطبقتين على بعض، ونجيب نص لفة يعني نص ورقة جلاش ونحطها في النص، وندهنها سمنة برضو. وهننزل عليها بقى بالكريمة اللي احنا عملناها بعد ما تكون بردت. نفردها بقى كده في النص ونطبقها. هنطبقها كده يمين وشمال بقى فوق بعض، كأننا بنقفلها زي الظرف كده. متاخدش معانا اي وقت ولا مجهود، سهلة وبسيطة جدا، طعمها حلو جدا زي الفطير بالظبط، بدون بقى عجن وفرد. شايفين سهلة ازاي؟ يلا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هندهن بقى، نشغل بقى الفرن على درجة حرارة 200، وندهن الصاج سمنة، وندهنها فوق الوش سمنة، وندخلها الفرن على الرف اللي في النص. هنحضر بقى الكريم شانتيه اللي احنا هنزوق بيها من فوق. كوباية لبن على معلقتين سكر. مكترش في السكر عشان طبعا الجلاش هيبقى عليه شربات وجواه كريمة بالسكر، ما نكترش في السكر كتير. هنضرب السكر كده في اللبن، ندوبه الاول. نضرب فيه لحد ما يدوب معانا خالص. اللي محطش لايك ينزل يحط اللايك. وهننزل عليها بالكريم شانتيه، ربع كوباية كريم شانتيه وربع لبن بودرة وربع كريم باستري، ونضربها لحد ما توصل معانا للقوام ده. نحطها بقى في التلاجة 9 عما نجهز بقى. هنا كان الجلاش طلع معايا من الفرن خلاص. هنسقيه بالشربات. ده شربات وسط، كل كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، وعصرة ليمونة ورشة فانيليا. لو عايزينه طري بقى، اول ما يطلع وتغطيه وتحطي عليه الشربات، غطيه بصينيه عشان يبقى طري معاكي كأنه فطير بالظبط. لو عايزاه ناشف ومقرمش، سيبيه زي ما هو مكشوف. هنا بقى هنحط الكريمه بقى، هنزوق بقى زي ما احنا عايزين. عندنا مانجا، عندنا اي فاكهه، دي حاجه اختياري براحتنا. عايزين تاكلوا كده ساده خالص بالكريمه وهو محشي بس، برضه طعمه حلو جدا. حطينا بقى مانجا كده، نحط عليها جيلي تلميع، مكسرات. وانا برضو كان عندنا بروح حاطينه الفاكهه المتاحه عندك حطيها عليه. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.